السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. يا ريت نحاول نرجع شوية لأكلاتنا بتاعت زمان اللي كلها فوائد كتير قوي. هنقول واحنا شغالين مع بعض الفوائد دي. هنلاقي ان في الفاصوليا البيضة غنية جدا بالبروتين، وفيها المغنيسيوم اللي بيمنع القلق والتوتر، وفيها حاجات كتير قوي هنتكلم عليها واحنا شغالين. ونقول بسم الله ونجيب حلة فيها 4 معالق زيت، وهننزل بالكبشة كده من البصل المفروم. طبعا بتبقى البصلة بتتشوح شوية، بتاخد النار معايا. في ناس بتحب ان هي ما تحمرهاش، بس احلى حاجة ان انتي تحمريها نص تحميرة زي ما احنا شايفين. بعد كده هي بقت جاهزة بقى ان احنا نحط عليها حتتين اللحمة بتوعنا. طيب ينفع ان انا ما احطش لحمة؟ طبعا ينفع بعد الخطوة دي على طول تنزلي بالطماطم. بس احنا طبعا هنحط نص كيلو لحمة يخلي لنا طعم الاكلة بتاعتنا احلى. ففي حالة ان انت مش عايزة تحطي لحوم، خلاص في الوقت ده هتبتدي ان انت تنزلي التوابل الاول والبهارات، وبعدين تنزلي الطماطم. هتاخدي اللحمة تشويحتين كده حلوين لغاية ما يغير بس لونها، وبعد كده هتنزلي عليها بالفلفل الاسود. طيب الفلفل الاسود ده اساسي؟ طبعا في حتة ان احنا بنعمل فاصوليا بيضة او فاصوليا خضراء، الفلفل الاسود ده اساسي. في بعض اكلات تانية ممكن ان انا اقولك ماشي هندخل فيها كمون، لكن الاكلة دي بالذات عشان تديكي طعم حلو ما تستعمليش غير الفلفل الاسود وبهارات اللحمة. وطبعا هنقول مع بعض دلوقتي كمان هنضيف معلقة كزبرة ناشفة، بتدي طعم حلو قوي للاكلة دي مع بعض. طيب ينفع اللي انا بعمله ده اعمله لخضار تاني؟ طبعا ينفع للبسلة، وينفع للبامية، وينفع لكذا طبخة تقدري تعمليها. يعني التسبيكة دي تسبيكة كل انواع الخضار اللي احنا نقدر نشتغل بيه، دي الاساس بتاعت اي اكلة. خلاص كده ضربنا الطماطم في الخلاط وعملناها، حطيناها عليها، هنسيبها تغلي شوية وتتسبك زي ما احنا بنقول كده، ونبتدي نكمل في بقية الحاجات. هجيب بقى الفاصوليا بتاعتي البيضة. طيب انتي قلت لنا هتقولي لنا فوائدها ايه؟ هقولك فوائدها ان هي لو كلتيها مرة كده كل اسبوعين ولا حاجة، المواد اللي فيها بتخليكي بشرتك دايما كده نضرة، ما فيهاش تجاعيد. المغنيسيوم اللي جواها، لو احنا كلنا عندنا ضغوط نفسية، وكلنا عندنا توتر وقلق، سبحان الله ربنا خالق فيها مواد بتخلي الشعور بالتوتر والقلق يقل. طيب عندنا كمان فيها مواد يعني مضادة للأكسدة. دي بتعمل ايه؟ بتخلي مفيش بعون الله امراض زي السرطانات والحاجات دي ان هي ما تهاجمش الجسم. ادينا غسلناها وسلقناها، وفي وقت ما هي بتتسلق والوقت ما الصلصه بتتسبك، تعالوا نعمل شويه رز بالشعريه حلوين قوي. هنجيب معلقتين زبده ونحط فيهم اقل من ربع كيلو شعريه، نسيبها تتحمر شويه مع الزبده كده، او مع السمنه او مع زيت زي ما انت تحبي، وتقلبي بقى كده الشعريه لغايه ما تحمر. بعد كده اغسلي مع كوبايتين رز مصري حلوين وصفيهم، وتعالي بقى اقولك هنعمل تركتين حلوين كده في الرز يطلع طعمه حلو. يا اما هتسقيه بشوربه الفراخ، يا اما لو عندك مكعب مرقه فراخ عادي حطيها يبقى طعمه حلو طبعا معاها، مع الملح، مع ان انت طبعا حاطه فيها زبده او سمنه حلوه، وتقلبيها وتغطي الرز بالميه، وتسيب الميه المغليه او الميه العاديه، وتسيبيه يستوي ويطلع زي ما احنا شايفين كده، يعني الواحده بوحدتها، ولا معجن ولا حاجه، مفلفل وزي الفل. وهنبص على الفاصوليا بتاعتنا هنلاقيها خلاص دخلت في السوا، صفناها وشطفناها، وبعد كده حطيناها في قلب الصلصه اللي اتسبكت وبقت جميله وقمر زي ما انتم شايفين كده. هتقلبه كويس، تاخد لها غلوتين معاها مع اللحمه مع كله، وغرفي وبألف هنا وشفا. لازم نرجع لاكلاتنا اللي تعودنا عليها. اكلاتنا دي كلها فوائد، اكلاتنا دي كلها بتحمي من امراض القلب ومن امراض السكر. البقول ذكرت في القرآن لأنها حاجة مهمة وعظيمة ومفيدة، وربنا ما خلقش حاجة من غير سبب. يا ريت نرجع ناكل أكلاتنا دي اللي هتمنع عننا بعض الأمراض الكتير زي الزهايمر والسرطانات والتصلب الشرايين. وربنا يعافينا ويديكم الصحة كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله.